هاي يا جماعة، بيبتدي مسلسلنا في عالم تاني، عالم فوق البشر وبيحمي عالم البشر، اسمه ووجيان، عالم الأرواح. بيحكمه سيد اسمه لي مو تونغ، ماسك 8 سجون بنفسه، حابس فيهم الشياطين وأرواح الوحوش الشريرة بأنواعهم ومانعهم من التسلل لعالم البشر. العالم ده قائم على قوتين على شكل جوهرتين، واحدة اسمها تشي والتانية اسمها مي. تشي تخص أخوه الغير شقيق جينج، ومي ملك مو تونج نفسه. قوتهم رهيبة وخطيرة، وأبوهم عشان يحميهم لحد ما يكبروا زرعهم في أرواح بنتين من البشر من 1000 سنة عشان يبقوا بعيد عن الشر. لكن كان وراه سر تاني هنعرف تفاصيله قدام. بس كل حاجة اتقلبت لما عرفوا إن في عالم تاني بيحاول يكسر حدودهم الطاقية عشان يسيطر عليهم هم وعالم البشر. وكمان كم واحد من الوحوش وشياطين أكلي الأرواح قدر يهرب لعالم البشر، وجوهرة تشيت لاقت برضه، وسيا شرارة اتجوزت. وبكده بقية الكائنات الشيطانية هتبدأ تتمرد، والوحوش والشياطين هياكلوا أرواح البشر، وبوابة عالم ووجيان هتتفتح بالكامل على عالم البشر، وهتبقى مجزرة عوالم ومش عارفين يلاقوها منين ولا منين. وكبيرة الكهنة مو حذرته إن هو لازم يرجع جوهرة مي جنب تشي عشان عالم ووجيان ياخد طاقته منهم وما ينهارش، وكمان لو ما لقاهاش قوته الروحية هتضعف لحد ما تختفي ويموت. فبهبته وجبروته قرر ينزل لعالم البشر عشان يقبض على الشياطين اللي هربت ويلاقي جوهرته. كان عارف إن أخوه هو اللي هربهم عشان يوصل لبتاعته ويحاربوا بيها على الحكم. فتنكر وتتبع طاقة واحد منهم، وعرف إن هو هنا في ملهى بارامونت اللي الكل جاي يشوف أجمل نجمة فيه، لو هويان. وهي كانت عاملة مصيدة للشيطان اللي قتل أختها، ومن ساعتها عرفت إن في عوالم تانية، ودلوقتي هتنتقم وتعرف سبب موتها، ولعبت عليه كأنها محضرة له لعبة حب وكشفته على حقيقته، لكنه تفاداها. فاكرة هتقدري تنتقمي مني؟ أختك كانت وعاء مش أكتر، وجيان مليان شياطين زيي، حتى لو موتيني هتقدري تموتيهم كلهم؟ وبعدين عرفت ازاي اني انا؟ انت قتلت اختي، عمري ما هنسى شكلك. وهجمته فتعصب عليها، ولسه هيقول لها قتل اختها ليه، دخل الحاكم اللي حضوره زي العاصفة وفرد جناحاته الكبيرة يعلن عن قوته، وهي اتصدمت. هل ده شيطان زيه؟ والشيطان نداه بحاكم عالم وجيان، وهو صوته كان هادي بس بيخترق العظم وهو بيعلن نهايته. وبحركة واحدة حبسه في المراية وكسرها، فانهارت. ما ينفعش يموت دلوقتي، هي كانت عايزة تعرف قتل أختها ليه. وهو لما بصلها اتفاجئ، مين دي وليه شبه البنت اللي بتطلع له في أحلامه؟ هو احنا نعرف بعض؟ ما كانتش مركزة في سؤاله على قد ما مركزة إن هي تجرحه وتشتمه لأنه ضيع عليها فرصة تعرف أختها ماتت ليه. وبما إنه شيطان زيه فلازم يموت، وطلعت وراه للشارع لكنه تفاداها. عايزة تموتيني ليه؟ انتم شياطين زي بعض، انتم اللي قتلتوا أختي. أنا لي مو تونج، مش الشيطان اللي قتل أختك. وبعدين السلاح ده ما يقدرش يقتلني. لي مو تونج، مش هنساك. قالتها له بتهديد، بس هو خدها وعد. دي شبه أحلامه وكوابيسه، وجوه مساعده جه وخده وانهارت من القهر. وجوه في نفس المكان بيظهر جينج أخوه الفاسد الفوسك المتلاعب، وتحت رجله الشيطان في المراية المكسورة بيتوسله إنه هو اللي رجع له جوهرة تشيه وعايزه ينقذه، وكمان عرف إن جوهرة مي في جسم لو هويان أختها الصغيرة. يعني هي كانت موجودة جوه الأخت الصغيرة طول الوقت ده، وخلص عليه عشان يبدأ هو اللعبة بنفسه. تاني يوم يو جاهز لمو تونج هوية جديدة في عالم البشر، مفتش عام غطى رسمي عشان يقدر يصطاد بقية الأرواح الشريرة اللي هربت ويلاقي الجوهرة ويسيب عالم البشر آمن. لكن في قلبه مش عايز يسيبه، حس كأن قلبه اتفتح من جديد. دي شبهها. في نفس اليوم بالليل كانت وفا بتكلم نفسها، أختي أكيد الشيطان الجديد ده عارف حقيقة موتك وعايز يخفي اللي حصل. والأخ الفاسد جه وسمعها. قوانين عالم وجيان بتنص على إن لازم صاحب الجوهرة بنفسه هو اللي يخرجها، فكان محضر لها فخ وأوهمها بإن أختها رجعت من الموت وحبسها في قرص الأحلام معاها. وبعديها بدقايق حركة غريبة في بيت الريس بدأت، وشرف الفاسد الفوسك الصغير. انت طلعت الشياطين والوحوش وبوظت النظام، عايز ايه؟ أنا؟ دول هربوا لأنك انت حاكم فاشل، ما تلومنيش على فوضاك. الست اللي حاولت تقتلك في البارامونت علمتها لك الأدب، حبستها في قرص الأحلام مع دمية أختها، هتموت قريب.
اعتبرها هدية مني يا أخويا الغالي. وفتح له بوابة تسحبه جوا قرص الأحلام غصب عنه. لو عايز تطلع لازم تقتلها بنفسك، بس لو قتلت بشر هتتعاقب بالبرق المقدس. وريني بقى هتختار ايه، تقتلها ولا تموت معها؟ ودخلها ولقاها. انت السبب، انت اللي جبتني هنا، استخدمت شكل اختي عشان توقعني. لا مش انا، بس دلوقتي احنا الاتنين محبوسين، لو عايزة تعيشي لازم نتعاون. ازاي اتعاون مع اللي قتلوا اختي؟ كده ملكيش مخرج من غير الموت، حتى لو عمري ما هقف في صفك. فبصلها بوجع، ما هي بتحرك فيه مشاعر مدفونة لسه مش فاهمها. الأحياء بس هم اللي يقدروا يختاروا مصيرهم، الميتين بيبقوا لعبة في إيد غيرهم. في نفس اللحظة دي جينجو والساحرة شين حاكمة قرص الأحلام كانوا مبسوطين باللي شايفينه. يا ترى يا أخويا هتقدر تقتلها فعلا؟ ولا قلبك الضعيف هيخونك تاني؟ وجوه الحلم شافت أختها قدامها من جديد وجريت عليها تعيط. دي مش أختك، أختك ماتت من زمان، دي دمية جوه الحلم. وخدها منها بسرعة. شوفي بنفسك الحقيقة اللي بتحاولي تهربي منها. وهاجم الدمية بسلاحه السحري فاختفت، وهي وقعت على الأرض منهارة بتبكي وبتصرخ فيه إن هو ما عندوش رحمة حتى لو كانت وهم. كان حلمها الوحيد تشوفها وتاخدها في حضنها. بس انتي شفتي الحقيقة، دي مش أختك، وأرجوكي لو عايزة تطلعي من هنا اتعاوني معايا. فبصت له بنظرة وجع، ووشها مليان دموع وحيرة بين كرهها ليه وشعورها الغريب ناحيته اللي لسه مش فاهماه. وجينج نقلها لمرحلة تانية من الحلم، والساحرة شين دخلت لها بنفسها. أنا سيدة العالم ده، وهنا كل حاجة بتمشي بكلمتي. وبدأت تهاجمها بعزفها السحري، وهو نزل لها الحلم وضربها بقوته. قوم لها بقى يا ريس، قوم لها بقى يا ريس. عايزة أشكر مامي على الإنتاج المارشميلو ده، يا ريت تبعتوا منه شوية على مصر. وبدأت تهاجم، ففرد جناحه قدام هويان كدرع كبير قوي يحميها. أنا مش محتاجة حمايتك، بس أنا محتاجة أحميكي. وشين بتهاجمه وقوته عمالة تضعف أكتر، ما هو من غير الجوهرة ممكن يموت في هجوم زي ده. فقلبها وجعها عليه واتمنت لو تقدر تحميه زي ما حماها. وفجأة جوهرته استجابت لها وجسمها نور وقضت على شين. وهو أدرك الحقيقة، دي جوهرته، جوهرة ميه. وهجمته الذكريات القديمة، واسم واحد بقى بيتكرر جواه، لان يويه. صوتها، ضحكتها، وعدها، وهي بتقوله هتفضل جنبه طول العمر، وهو بيقول لها لو هتفصل السما والأرض بينا قلبه هيفضل يدور عليها. ودلوقتي خلاص لقاها، والذكريات اللي كانت محجوبة عنه رجعت له، وأقسم لنفسه عمره ما هيسيبها، والمرة دي هيحميها حتى لو على حساب حياته هو. وهنعرف اللي حصل بينهم زمان قدام. أخيرا لقيتك. فسألت نفسها هي ليه حاسة إنها عارفاه ومين لان يويه دي. بس قبل ما تسأل أكتر العالم كله وقف لحظة، وكابوس عشقه انتهى، وأمنيته اتحققت وهيعيش معاها من جديد. فأغمى عليها في حضنه من التعب، فشلها، والمرة دي العالم كله هو اللي هيدفع الثمن مش هي. والحلم انتهى وجينج اتصدم، دي طلعت هي لان يويه. مستحيل يحبها تاني، لازم أقتلها بنفسي. وخدها على بيته، إحساس غريب دافي إنها بين إيديه من جديد، بس هي لسه مش فاكراه. ده بيتي، انتي في أمان هنا، بس ده ما ينسينيش إن الناس قتلوا أختي، وأنا مش من عالمك ده، وما تحلمش أكون معاك، انت عدوي. بس أنا مش عدوك، بس المرة اللي جاية اللي هنتقابل فيها هنبقى أعداء، وأنا المرة اللي جاية هحميكي حتى لو كنتي ضدي. فخافت على نفسها منه، ده لسه بايسها بدون أي مبرر، وسابته ومشيت. في حياتك السابقة ما قدرتش أحميكي، بس المرة دي مش هفقدك ولا هسيبك تضيعي مني تاني، حتى لو اضطريت أحارب العوالم كلها بنفسي. وجينج راح لكبيرة الكهنة متعصب. جوهرة مي ظهرت أهي، وطبقا للقانون لازم ترجع لعالمنا، ومفيش حل غير إني اللي أقتلها وأرجعها. قتل البشر ممنوع، عقاب البرق هيحرقك، ده غير إن هو اللي لازم ياخدها بنفسه. المهم إن هي ترجع، بعدين أنا بعرف أخد اللي أنا عايزه من غير ما أوسخ إيدي. وسابها ومشي. أيوة يعني يا بيبي، أنت معاه ولا ضده؟ أشتمك ولا أصبر عليك؟ تاني يوم في البراموند، سومو نفستها العنيدة، واحدة من الراقصات القدامى في المكان، بتعايرها إن كل الأستقراطيين وأصحاب النفوذ بيحوموا حواليها، ويا ترى بتعمل لهم إيه عشان تغريهم بالشكل ده. أنا مش جاية أنافس حد، أنا جاية أخلص شغلي وأمشي، الشهرة دي بتاعتكم أنتوا مش بتاعتي. المهم الجواهرجي جينج هايسي مستنيكي في القاعة الخاصة، ما تنسيش تظبطيه بقى. ودخلت وهو كان مستنيها.
جوهرة مي طلعت معاكي فعلا. جوهرة ايه؟ مش فاهمة قصدك. مش مهم، أنا جيت أخدها ومعاها روحك. لكن في اللحظة اللي المفروض تموت فيها قوة غريبة دفعت الهجوم والجوهرة اتنشطت تاني لوحدها جواها. دي كمان بتحميكي، ممتاز. وطلعت تجري، فطلع وراها واتحكم في واحد من الموجودين وأمره بقتلها، وطلع يجري وراها والبرامونت كله اتقلب والناس مش عارفة تلحقها، ولسه جاي يقتلها الجوهرة حمتها وجسمها بقى يتحرك من غير إرادتها، والحيوان كان واقف بيتفرج بإعجاب مريض ومستنيها تقتله ويشوف هتوصل لفين. لكن العاشق لحقها على آخر لحظة وشد نفسه، عارف إن الجوهرة مسيطرة عليها دلوقتي، وفك سحر التحكم عن الشاب وكان متماسك وعينيه فيها لهفة وخوف. بتحبني؟ الجوهرة أطلقت مشاعرها الدفينة ناحيته وكل حاجة سكتت، فاستسلم لمشاعره. بقاله 1000 سنة بيحلم بيها في خياله، وبعديها أغمى عليها من التعب وشاف جينج وعرف إنه هو اللي ورا كل ده قبل ما يهرب. فخدها بهدوء، لازم ترتاح، ما هي ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل ده. وجينج اتحكم في سو خلاها تقتل الشاب وتبلغ إنه هويان هي اللي قتلته، ولما فاقت لنفسها هربت وهي مخضوضة. تاني يوم صحيت في بيته، مش فاكرة جت هنا ازاي. انتي في بيتي دلوقتي، أمان مؤقت. شكلك عارف كتير. هو ليه جينج ده حاول يقتلني؟ جينج يبقى أخويا من الأب وعايز الجوهرة بتاعتي اللي جواكي. وجيان قائم على قوتين، تشي ومي. تشي كانت مع أختك ورجعت خلاص، بس مي لسه جواكي، عشان كده بتشوفي الوحوش والشياطين، وعشان كده العالمين أمانهم بيدور حواليكي دلوقتي. يعني أختي ماتت بسببكم؟ بسبب جواهركم دي؟ وسكوته نفسه كان الجواب. انتوا بتعاملوا أرواح البشر زي الحيوانات، بتقرروا مين يعيش ومين يموت. كان حاسس بوجعها بس ما يقدرش يشرح لها الحقيقة دلوقتي، مش هتفهم. ده هيهدي تنشيط ألم الجوهرة جواكي، خديه. مش ممكن عايز تموتني زي أختي؟ لو كنت عايزة أموتك ما كنتيش هتعيشي لحد دلوقتي. أنا ضد أي حد من العالم بتاعك ده، كلكم غرباء عن حاجة اسمها رحمة، وأنا غريبة عن نفسي من يوم ما عرفتك. وفجأة قائد الشرطة جيانج اقتحم بيته، عيونه بتغلي من الغضب. أخويا مات في البارامونت والكل شاف هويان بتتخانق معاه والسكينة في إيديها، وده اتلاقى في مسرح الجريمة والراقصات شهدوا إنه بتاعها، وأمر بقتلها لكنه اتدخل وحماها والكل سكت قصاد هبته. محدش يقرب منها لما يتخطاني أنا الأول، فهدده بس إيده اترعشت لحظة من نظرة عينيه. خلي بالك في رصاص ممكن يرجع لصدرك قبل ما يخرج من المسدس نفسه. فانسحب ببطء وهو مضروب بالكبرياء بدل الرصاص لحد ما يلاقي دليل قاطع على قتلها لأخوه. ليه ساعدتني؟ عايز مني ايه بالظبط؟ عايزك تعيشي بس. ومدلها إزازة الدواء وعيونه دبلت لحظة، جواها حنين مش قادر يخفيه، ولقت نفسها بتاخدها منه ومش فاهمة متأثرة بيه ليه. طلب من جو ياخدها يوصلها لبيتها بأمان وراحت معاه. على فكرة السيد مش وحش زي ما انتي فاكرة، عامليه كويس بدل ما تندمي بعدين. وهي من البداية حاسة ان جواها كله اتبدل من أول ما شافته، كأنها بتغرق فيه، في خط خفيف بيسحبها ناحيته رغم كل الغضب اللي جواها، بس الصراع بينهم لسه في أوله وقدر بيترتب من أول وجديد. وراح للفاسد الفاسق الصغير اللي كان مستنيه باستفزازه المتعمد. يا سلام، حاكم وجيان بنفسه مشرفني. ده آخر إنذار ليك، ما تقربش من جوهرة مي ولا من هويان. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت من وجيان مش من البشر، ممنوع تحب بشرية، احنا متجسدين في شكلهم بس. وبعدين انت واحد جبان، بقيت حاكم وجيان بس عشان ابونا فضل امك على امي، فورثت الملك من مكانتها مش من شجاعتك. ودلوقتي جاي تهددني؟ انا اللي عايزه اساعدك تموتها وتاخد جوهرتك، يبقى المفروض تشكرني يا اخويا. لو لمستها هاخد روحك بايدي. بتقع في نفس الغلط كل مرة، نفس الست، نفس اللعنة، عار. فسابه ومشي يحترق بشعره المحترق سلفا ده. وبالليل في الكازينو، الحقي البارفان ده من فرنسا، المفتش العام ليمو تونج ادى كل واحدة منا ازازة ودي بتاعتك. فخدتها مستغربة، هو بيحاول يكسب قلبها عن طريقهم، وسو جت تستفزها. بمناسبة الشغل، مش قلتي مش جاية تنافسي؟ طب ليه كل المواعيد بقت ليكي؟ كل العروض دي مش كفاية ولا الطموح زاد؟ مش أنا اللي رتبت ده، دي كانت أوامر لان. عندك اعتراض؟ روحي اشتكي لها. أكيد رتبتها عشان انتي بتعرفي تجريهم للسرير كويس. فتعصبت عليها، ازاي تهينها بالشكل ده؟ أنا طول عمري عايشة شريفة مش زيك.
فسابتها وهربت بسرعة من قدامها. في مكان تاني جينج كان بيحط خطة جديدة مع شيا، وحش جديد داخل اللعبة. بعت البرفان باسم الليمو تونج نفسه، أول ما يشموه البشر هتحكم في أرواحهم وأموتهم ونتهم هو، وساعتها هيتقبض عليه عشان خلف قوانين وجيان وموت بشر، فهيرجع لعالمنا تاني غصب عنه. ممتاز، بس المهم عندي إن هي اللي تموت النهاردة. وبالليل هويان رشت من البرفان ده واستغربت ريحته، ولقيت نفسها في الشارع ومش عارفة جت هنا ازاي. وشيا هجمتها وخدت بصرها تلعب معاها شوية قبل ما تموتها. وفجأة الرئيس ظهر. ملاك يا اخواتي نازل من السما، ملاك ما هي ده العبث بس. وهاجم شيا فاختفت من قدامهم وفك سحر التحكم عن الباقيين، واطمن إن هي كويسة. تعالي معايا. وبعديها حس إن هي مش عارفة تمشي وعينيها تايهة، وما بقاش فاهم ليه مش عايزة تبصله. أنا مش شايفة حاجة. خدت بصرك، أنا السبب، ما حمتكيش كويس. لا ده مش ذنبك، أنا بس سمعت أصوات حواليا. هو في حد تاني هنا؟ كانوا أصحابك وأنا شلت السحر عنهم. أنت أنقذتهم بجد، أنت طلعت حد كويس. البشر فيهم الأخيار والأشرار، وإحنا كمان كده، مش كلنا أشرار زي ما أنت فاكرة. إحنا اللي بنحميكم من فوق. بس الأهم دلوقتي نرجع بصرك. تعالي أوصلك البيت. وخدها في حضنه وهي مش شايفة الطريق، بينه وبينها حرب عوالم، بس قلبها اختاره تاني وهي ما تعرفش. وبعديها خدها بيتها ونيمها وفضل يحرسها، يفكر فيها وفي حبهم وازاي هيفكرها بيه. وبعد ما ارتاحت صحيت وطلعت متوترة مش شايفة وكانت هتقع، فلحقها في لمح البصر بلمسة ايده الهادية الدافية. خلي بالك، انت لسه ما مشيتش، بصرك اتاخد منك فممكن تتأذي، فاستنيتك تحت لو احتجتي حاجة. انتي اكيد عطشانة، اشربي دي. ولما شربت قالت له ان هي ما كانتش تتوقع انه يكون بالحنية دي، وده خطر على وجودهم مع بعض هما الاتنين في نفس المكان. يا بيبي ده مستني اللحظة دي بقاله 1000 سنة، خطر ايه بس؟ ده انت اللي خطر عليه. هاتي ايدك، الاسورة دي كنت ناوي اديها لك من زمان، لو حصل اي خطر هزيها وانا هظهر فورا. وما خدتش بالها من كلمة زمان وشكرته. ارجعي نامي شوية، هوصلك لحد اوضتك، يلا. ورجعها اوضتها بكل الحنية اللي فيه، ونزل يقعد تحت يحرسها منهم أو منه أو من العالم كله، وفضل يفكر فيها وهي فوق بتفكر لو ممكن يجمعهم مستقبل سوا. وقعت في حبه خلاص، وخدت قرار إنه بريء من موت أختها. عينيه بريئة وصوته أمان، وهو ما كانش عارف يواجهها بالحقيقة إزاي، وإنها هي حبه الأول والأخير اللي ماتت بين إيديه وبسببه. تاني يوم جينج كان قاعد لوحده في البارامونت، وناب حيوان في ايديه ونظراته تايهة. والسوق دخلت عليه مترجتها من آخر مرة طلب فيها هيان. ليه بتشرب لوحدك يا سيد جينج؟ اقعد معاك؟ اعمل اللي يريحك. ايه اللي مضايقك؟ هو ده ايه؟ ده ناب حيوان، وانا صغير اتحبست في سجن حيوانات. اخويا وقتها دخل المكان عشان يقتلهم وينقذني، ومن ساعتها وانا شايلها معايا. ده انتوا كنتوا قريبين قوي. قريبين قوي قوي لدرجة اننا بقينا اعداء، لا موت ولا راحة. بس اكيد انت المظلوم، وانتي مالك بيا؟ عايزة ايه مقابل اللطف ده؟ اصل انت عاجبني، ونفسي يبقى لي ظهر كبير في المكان زي اصحابي، وهعمل لك اللي انت عايزه. ماشي، اعتبري ان انت بقى عندك ظهر، بس شيلي ايدك. هو معجب بيها من اول مرة شافها، لكن ما ينفعش يحب بشرية زي اخوه، فقرر يخليها جنبه وخلاص. في نفس الوقت ده العاشق كان عامل فطار لحبيبته. ما توقعتش حد حاسم زيك يعرف يطبخ. الاكل حلو، حلو قوي. أيوة حلوة قوي يا فنانة، والله حلوة قوي. حاسة بألم في جسمك دلوقتي؟ لا بس مش سامعة كويس. هو أنا قربت أموت؟ لا، هتعيشي وهتسمعي وهتشوفي النور تاني، أنا مش هسيبك. بس لو فضلنا كده باقي حواسك هتختفي بالتدريج، فعندي فكرة هتتعبك شوية. فكرة إيه؟ اتجوزيني. إيه؟ أنت عايز جسمي؟ لا، أنا عايزك تسمعيني. دي خطة شيء، واحدة من 3 وحوش عليا اتثابت ليلة فرحها، وروحها بقت بتتغذى على العرايس. لو عملنا جواز شكلي قدامها هتظهر، أنا مش هعرف أجيبها لوحدي، فده فخ عشان تيجي بس. لكن لو ده مش مناسب ليكي ممكن نلاقي طريقة تانية. لا، أنا واثقة فيك. طيب خدي اشربي اللبن ده. غذيها يا ريس، غذيها غذيها. انت زودت السكر شوية. بجد ما كنتش مركز.
ما هو هتركز ازاي وانت دماغك هناك في الفرح دلوقتي؟ ده انا سامعة قلبك من هنا. تاني يوم الفرح كانت واقفة بفستان أبيض عيونها هادية فيها ارتباك، وهو واقف قدامها بنفس الهدوء بس نظراته فيها حماية ووعد حرمان. بالنسبة لها ده تمثيل، لكن بالنسبة له ده جواز حقيقي مستنيه بقاله 1000 سنة، وقرر يبدأ الخطة. زمان في الكنيسة دي حصلت قصة مأساوية، قصة المغنية شيا، الست اللي خانت جوزها وقتلته بإيديها، واسمها دلوقتي لازم يتسجل عبرة للكل عشان يتكتب إن هي كانت أفعى على شكل ست. فسكت المكان والدنيا بردت فجأة وظهرت وهي غضبانة من كلامه. أنا عمري ما خنت حد، هو اللي قتلني، بس انتوا قلتوا ان انا اللي عملتها. انتوا رجالة دايما كده لما تتوجعوا تقولوا الست هي السبب، وانا كل اللي طلبته كان حب حقيقي بس. وبعدين انا ما اتجوزتش في عالم البشر، بتهني عشان تجيبني؟ الروح اللي بيقتلها سيفي ما بتتولدش من جديد، هترجعي بصرها ولا لأ؟ ما هو اخوك سحبه مني خلاص. سيبها، دي طلعت مسكينة. فحقدت على حبهم لبعض ولسه هتضربها حماها، وجو خد منه السيف يضربها هو، فصرخت إنها مش هتشوف تاني وهو هيتوجع بعماها طول عمره، وقضوا عليها للأبد. أشفق عليها ولا أشفق على نفسي؟ لأ، من النهاردة أنا عنيكي، هشيلك من العتمة وهوريكي الدنيا من جديد. واتمناها تسلم له مشاعرها وتطمن له. وغيروا هدومهم وخدوا طريق الكازينو ومشي، عايز يوصلها وبعدين يروح لأخوه. أنا أختي ماتت على إيد حد من العالم بتاعك، فلسه قلبي وجعني، هي اللي ربتني، كانت حياتي وماتت قدامي وأنا ما قدرتش أعمل حاجة. التعلق بالماضي مش هيرجع حد، دي أقدار، وأختك أكيد مش هترضى تشوفك كده دلوقتي. أنا أمي بشرية وماتت، وحاسس بشوقك ليها، وعارف يعني إيه حنين، بس لازم نهتم بنفسنا ونعيش كويس عشانهم. ووصلها عشان تعرفوا ان عندها عمى مؤقت، وسابها ومشي. مش دي نجمتنا المشهورة؟ ايه اللي حصلك؟ بقيتي عامية؟ وضايقتها ووقعتها وداست على ايديها، وفي لحظة ظهر ورفعها من على الأرض وهددها بصوت مرعب، وسابها تمشي في الآخر، ما هو ما ينفعش يقتل البشر، ورفعها ومسك ايديها بهدوء كأنه بيحميها من العالم كله، واعتذر لها ان هو اتأخر عليها وخدها البيت. وبعديها راح لجانج مكانه. جيت أسرع مما توقعت. رجع اللي خدته منها، تعال خدهم بنفسك. وبدأت المعركة بينهم، وكل حركة كانت بتسمع في المكان. الجوهرة مش معاك، قوتك بتخلص، هتقدر عليها ازاي؟ رجعها. كل حاجة ليها تمن، هتدفع بإيه؟ عايز ايه؟ حياتك. وبدون تردد كان هيخلص على نفسه، فلحقه بسرعة. انت خرفت، هتسلم حياتك عشانها؟ لا، مش هتموت بدري كده، لو مت انا هلعب مع مين؟ أروح البشر عندك لعبة؟ بعد كل القرون دي لسه زي ما انت. القرار قراري، وهتعمل اللي هقولك عليه، إذلالك أحلى من قتلك، اركع. كان عارف إن عمره ما هيعملها، بس لازم يضغط عليه، وأول ما ركبته لمست الأرض انهار. أول مرة تركعلي وعشانها؟ خسارة فيك التاج يا حاكم غبي، أرجوك رجعها. فضربه بقوته يعاقبه على ذله لنفسه عشان خاطر واحدة، واداله بصرها. ما اشوفكش بتنطق اسمها قدامي تاني. خد يا أحمر يا متوهج يا منفعل انت، خد خد. ورجع لها البيت ورجع لها بصرها، وأول حاجة شافتها كان هو، وما كانتش مصدقة إن هي بتشوف، وسألته لو أخوها عمل له حاجة. ما تقلقيش، ده أخويا في الآخر، آخره يضايقني بس. شكرا إنك رجعت لي النور. كلمتها دي عنده بشكر العالم كله. تاني يوم صوت مية، ريحة صابون ودوشة. مدام جانج، خلصتي الغسيل؟ أنا اللي غسلته. انتي بتعملي ايه هنا؟ أنا فصلت مدام جانج. فصلتيها من غير ما تسأليني؟ ما انت قلت لي هتحميني، فخلاص أنا بقيت مساعدتك الشخصية، وشغل البيت واجبي، وكمان أنا هعرف أعتني بيك كويس. فأملها يهزقها شوية عشان يحمي قلبه الرهيف منها. أنا بكره اللي بيتصرف من غير إذني واللي بيلزق فيا. قميصك مكرمش، أكيد مضايقك، خليني أغسله، أنشفه، أهويه وأكويه. حرير ما بيتكويش، امشي. عندي مواعين أخلصها وأمشي. وجريت من قدامه، وهو كان ماسك قلبه بالعافية عشان ما يضحكش على لطفتها. الله، ما هو أنت كمان وقعت في الحب أهو، أمال ماسك في زمارة أم التاني ليه؟ فاسق ملتهب مشتعل. وبيمر الوقت، والعاشق كان قاعد بيعزف لحن حب جميل، وطلبها عشان يديها مسدسه السحري الخاص. المسدس ده مصنوع من سم الوردة السوداء،
ما بيقتلش غير الأرواح والوحوش. من النهاردة بتاعك. مش خايف أموتك بيه؟ طول ما انتي بخير ما يهمنيش التمن. سلاح من وجيان وتسلمه لميس هويان؟ هتحمي نفسك بإيه؟ أقولك خد مسدسي العادي احمي نفسك بيه. وفجأة رجالة القائد جيانج حاصروا القصر. لقينا أدلة جديدة في قضية قتل أخويا لو هويان، لازم تيجي معانا. دي مراتي، خد رجالتك وامشي من هنا. فلسه هيخلص عليها في ثواني ورصاصة المسدس العادي اتضربت فيه. نسي إن اللي معاه مسدس عادي وقتل بشري، كان عايز يبعده عنها بس، ودلوقتي هيتعاقب أشد عقاب، كسر قانون وجيان عشانها. وبيمر الوقت ومو نزلت له بنفسها تعاقبه بصواعق الرعد حسب القانون. كسرت قوانين عالمنا عشانها، تستاهل كل ده؟ تستاهل. كلمة واحدة بس فيها وجع حب سنين. والصواعق كانت نازلة عليه واحدة ورا التانية. حياة البشر غالية والمفروض يحموهم مش يقتلوهم. ودلوقتي بيشوف الموت، لكن ضيفها في خياله كان مقويه، وده بالنسبة له كفاية. في نفس الوقت ده جينج راح لها البيت ينتقم لأخوه اللي بيتعاقب بسببها، مهما كان بيحبه ومحدش يمد إيده عليه غيره. وخدها لمكان العقاب عشان تشوف اتسببت في ايه، ولقيته مربوط بسلاسل بيتألم وساكت. وفضلت تصرخ يسيبوه. عايزة تنقذيه؟ اركعي لي. قلبه وجعه عليها، مستحيل تذل نفسها، كرامتها أهم. بس هي نزلت على ركبتها لأن حياته هو الأهم. كان بيصرخ بيحاول يمنعها، بس السلاسل كانت أقوى. هو بيتعذب عشانها وهي بتتعذب عشانه، وجينج ملقاش فايدة. حبهم عمال يزيد، فحكى لها إن هو ركع له عشانها وبسببها هيموت لو ما خدش جوهرة ميه، وقرر يخلص عليها بنفسه. لكن موتونج ضربه بكل قوته واستهلك طاقة كبيرة، وزعل منه جواه وكرامته وجعته وسابهم ومشي. عشانك كله يستاهل. الجملة دي كانت حب أو وداع قبل ما يغمى عليه. والعقاب انتهى ورجعوا البيت، وكان واقف بيفكر في الذكريات اللي لو رجعت لها هتختفي من حياته للأبد. وكل دقيقة بتعدي عليه بتصعب الاعتراف أكتر. ليه عالمك قاسي عليك كده؟ كل عالم ليه قوانينه. خفتي عليا؟ جينج قال لو مش هتاخد جوهرتك هتموت. صح؟ ازاي اموت يعني عشان خاطر جوهرة؟ انسي. بس انت برضو ركعت عشاني ورجعت لي بصري وبتدافع عني، ليه كل ده؟ نسيتي فرحنا. يمكن كان بالنسبة لك تمثيل، بس بالنسبة لي كان حقيقة. انتي أغلى من حياتي. كان اعتراف مباشر انه بيحبها، انها بقت حياته حتى لو العالم كله شايف ان اللي بينهم ده خطيئة. خليكي قريبة مني عشان محدش يأذيكي تاني. اتعور عشاني ومخافش من الموت. علمني الفرق بين الخير والشر. فك العقدة اللي كانت خنقاني. أنا وقعت في حبه وللأبد. واعتذرت له عن اللي حصل له بسببها، فساب مشاعره ليها وشحن طاقة روحه بيها. وكانت ليلى تعجز فيها الكلمات. تاني يوم كانت مسيطرة عليه حالة عشق رهيبة، قاعد سرحان فيها. وفي امبارح قضية جيانج خلصت. كان كداب وحقير كده كده، ظلم ناس وأذى بنات، واحنا كشفنا فساده كله، فالناس بقوا شايفين ان انت عملت عمل بطولي مش جريمة. هو لو الواحد حب بنت المفروض يتقدم لها ازاي؟ هو انت ناوي؟ لا هي لسه ما افتكرتش. طيب هات لها ورد، البنات بتحب الورد يا ريس، خصوصا لما يجي من حد زيك. طيب يلا امشي. زي القطط ياكل وينكر. وبعديها بعت لها ورد على الكازينو، والبنات كانوا متجمعين حواليها. ده مهووس بيكي، يا بختك، وسيم وغني وبيعرف يحب كده، ربنا يرزقنا بواحد زيه. اللهم زوجا شرحا برحا مهووسا مجنونا زي موت تونج كده البنات يا رب. لكن بعيد وفوق في وجيان، جينج كان بيغلي مع كبيرة الكهنة، وقع في حب نفس البشرية، نسي نفسه ونسي مكانه. بس الحب مش خطيئة. في وجيان الحب خطيئة لما يكون مع بشر. البنت دي مجرد وعاء لجوهرة مي، ومكانها مش هنا. لازم نرجع الجوهرة ونفصلهم بالقوة لو لازم الأمر. فلو فتحنا في الماضي ووريناها الحقيقة اللي روحها مش فاكراها، تفتكري بعديها تفضل تحبه؟ لا، هتكرهه وهتعتبره كدب عليها وهيقتلها بنفسه. واتفقوا يقلبوهم على بعض. في نفس اللحظة دي في عالم البشر كان جايب لها ورد، ولقاها جايبة نفس الورد والجو دافي. انتي كمان هتزرعي ورد أحمر؟
حبيت أضيف لك لون جديد في حياتك. باين إن احنا بنفكر زي بعض. فمدت إيديها تمسك وردة وشوكتها. خلي بالك ما تستخدمش قوتك دي، خربشة بس. كفاية، تعال هعلمك تسقي الوردة ازاي. المية لازم تكون على قدهم، لا كتير ولا قليل، زي القلب كده. لو زاد الحب يغرق، ولو قل يموت. كده؟ لا بالراحة، بحنية. يا ريتني أبقى وردة. طب ما انت شبه الوردة. والله يا فنانة خدتيها من على طرف لساني. وردة الراجل الجميل. لا أنا وردة مفترسة. وافترسها السيب البويز. ويلا بقى يا جماعة نطلع برا عشان لازم نطلع برا ودلوقتي. تاني يوم كان بيتدرب يتقدم لها ازاي، وجو دخل عليه وهبته راحت. هتقبلك يا ريس، ما تقلقش. أنا ناوي أقول لها كل حاجة عن زمان، عن أختها، عن الجوهرة. حتى لو كرهتني بعد كده هفضل وراها لحد ما تسامحني. بس هي لو عرفت الحقيقة كده ممكن تبعد عنك. الإيمان بالحب بيحرك الجبال، وأنا مؤمن بيها. في نفس اللحظة دي كانت بتفكر في كل اللي بينهم، وفجأة لقت الكاهنة قدامها وعرفتها عن نفسها. علاقتك بيه ملهاش مستقبل. بس أنا بحبه وهو كمان بيحبني. هو مش بيحبك، شوفي بنفسك. وفتحت قدامها ذكرى من 1000 سنة وهو بيحضن بنت تانية اسمها لانيويه، وبيقول لها توعده وتفضل جنبه العمر كله. وبعديها البنت بتموت في حضنه وهو بيصرخ. دي البنت اللي بيشوفها في أحلامه، ودي اللي عايش عشانها. انت مجرد شبيه مش أكتر. فقلبها غرق بين الشك والغيرة والخوف من إنها تكون فعلا مجرد ظل ست تانية في قلب اللي حبته، وقررت تروح تسأله بنفسها. وركبت الباص والفاسد الفاسك الصغير جالها يكمل عليها. مالك شكلك تايهة، تحبي أحكي لك قصة أختك؟ انتي واختك كنتوا محاملين لجواهر وجيان تشيومي، نفس الراجل اللي زرع الجوهرة في أختك من 1000 سنة هو اللي خدها منها دلوقتي. لي مو تونغ. تخيلي انتي دلوقتي مع الراجل اللي قتل أختك. لا وهيقتلك انتي كمان عشان ياخد الجوهرة التانية. عمرك ما هتاخدي حبه، انتي بالنسبة له لعبة. شبيه بديل. هيتخلى عنك وقت ما يحب. فانهارت وما بقتش شايفة غير الخيانة والكره. وبعديها رجع للعالم بتاعه. احنا فصلناهم بأبشع طريقة وكدبنا. بس أنا كنت بحميه، هو ما يقدرش يعيش من غير الجوهرة. خلف القوانين بحبه للبشرية دي وأنا هنقذه منها. وفي العالم البشري دخلت عليه مش شايفة، بتترعش عينيها كلها وجع، وصرخت في وشه إن هي مش عايزة تعيش في ظلها، مش عايزة تبقى البديلة. فوقف مكانه وقلبه اتقبض وحس إن في حاجة حصلت. بس انتي عمرك ما كنتي البديلة، انتي اللي أنا بحبها من البداية. وموت أختي انت اللي زرعت الجواهر دي. فسكت لحظة كأنه بيحارب نفسه، بس في كلا الحالتين هتعرف ده حصل بسببي. يعني كنت بتكذب عليا طول الوقت وانت اللي عملت أختي كوعاء؟ القوانين بتحكمنا. قوانينك بتسمح لك تقتل وتستخدم البشر وتدوس عليهم؟ أنا هقتلك، مش هتندمي؟ انت شيطان، مفيش ندم. والطلقة عدت من جنبه خدشته، فقلبه وجعه، ما بقاش ليه رصيد عندها خلاص. وأنا موافق، لو كده هترتاحي، اضربي وعيشي بانتصارك. فضربته وانهار إن هي قدرت. لا أنا مش هموتك، هسيبك تعيش وتتعذب وتعرف قسوة الحياة عن الموت. وسابته مقهور على الأرض. آسف، كتمت الحقيقة عشان أحميكي. لو عرفتي هتموتي نفسك، فحتى لو قتلتيني حبي ليكي مش هيتغير. هتولد من جديد وهحبك من جديد. وبعديها كانت منهارة وافتكرت اللحظات اللي جمعتهم اللي وراها 1000 وجع. هو عارف إنهم اتحكم عليهم بالفراق من 1000 سنة، بس رغم كده اختارها، اختار يفضل يحبها حتى لو العالم كله ضده. وهي اختارت تكرهه عشان تحمي قلبها منه. بس بين الكره والحب ما كانش فيه حدود، كان فيه وجع مغلف بعشق مجنون. وبيمر الوقت وظهر له الفاسك الصغير. قلتلك ما تثقش في البشر، خصوصا في البنت دي. ما سمعتش الكلام؟ شفت؟ كانت بتتعهد بحبك ودلوقتي بتصوب السلاح على قلبك. لو جاي تتمسخر اطلع بره. المسدس بتاعك دلوقتي متوجه عليك، فوق بقى. اطلع بره. تموت نفسك عشان خاطر واحدة عايزة تقتلك؟ ده بدل ما ترجع جوهرة مي وتنقذ نفسك. هحميها بروحي، واطلع بره. ماشي، أنا هوريك. ما حد يطلع لنا المتوهج المشتعل المنفعل اللي حرق دم الرئيس ده بره. كان عارف اللي عملوه عشان يبعدهم عن بعض، واللي مهدي قلبه شوية إنها لسه معرفتش الحقيقة كاملة. وقابل الكاهنة مو اللي بتحبه وشايلة في قلبها مئات السنين. وجيان محتاج الجوهرة، إزاي لسه ما جبتهاش؟
هتحمل أي مصير يجيني من حبي ليها، ده حملي أنا، ليه كلكم واقفين ضدي؟ ما هو الحمل ده مش حملك لوحدك، دي حياة عالمنا كله، ومن غيرك ينهار، فلازم نضحي بالبشرية دي، بس هي أهم من حياتي، مش هضحي بيها عشان أنقذ نفسي، فما توقفوش في سكتي، وإلا أنتي عارفة كويس أنا ممكن أعمل إيه. فخافت منه، هو ساكت عشان محرم على نفسه الأذية، لكن دي روحه. جوز عيون زعلان ندبلان، خش يا بنات استبطبوا عليه. وبعديها على طول جينج هجم عليها وخطفها لبيته وربطها في قرص الساعة، وفضل ينشن عليها بالورود المجنون ابن المجنونة، قال يعني ده عقاب يعني. وشافت سو بقت تابعة ليه وكلموه يسمع اللي حصل. حبيبتك عندي، مش عايز تعرف بعمل فيها ايه؟ فسمعها وهي بتصرخ وقلبه اتقبض. الحقها بقى، صح نسيت ان انت بقيت عاجز، قوتك عمالة تضعف، يا خسارة. وهي كانت بتصرخ انها تفضل عزمهم على انقاذه ليها، وقفل السكة في وشه، كان عايز يسمعه بتكرهه قد ايه عشان يبطل يحبها ويقتلها وياخد الجوهرة. معلش اخويا طايش، قتل اختك وعايزك لنفسه، اناني قوي، ما تيجي تبقي معايا احسن. فوافقت بدون تفكير، شايلة في قلبها وعايزة تنتقم وتوجعه بأي طريقة. وانا عايزة الطم، كله منك انت يا سايب يا فلت يا بويز. وبعديها سرب أخبارهم، فضيحة، الإخوات بيتحاربوا على واحدة، تاجر المجوهرات جينك آيسي هيتجوز لو هويان مرات المفتش العام أخوه، ومرة واحدة كده الموضوع كبر. وهو بعديها راح لها وعاتبها بعينيه على اللي بيحصل وناداها باسمها اللي بيحبه، فراست مع جينج قصاده تحرق قلبه عليها، وهو كان واقف مش قادر يتنفس. بتعملي ايه؟ حتى لو بتكرهيني ما توطيش نفسك وترقصي مع واحد زي ده. إلا صحيح أنسة هويان هتبقى مراتي قريب، امشي ما تبوظش مزاجنا. ما تفتكرش اني مش فاهم لعبتك، ده مش هينفع معايا. وانتي ليه بتعملي كده؟ عشان تنتقمي مني؟ ليه؟ هو أنا حبيتك أصلا؟ أنا عمري ما حبيتك. هي مش بس بتنتقم منه، دي بتنتقم من نفسها كمان. كل القرب، كل الوعود تمثيل، قربت منك ووقعتك في هوايا عشان أوصل لقتل أختي، بس ابعد عن طريقي، ما تقربش مني تاني، ولو قربت المرة اللي جاية رصاصة هتبقى في قلبك. كان شايف في عينيها وجع مش قادر يحتويه، بس لازم يصبر عشان ينقذها من تهور أخوه. ولما روح البيت كلمه، انت كسبت وانا فهمتك خلاص وموافق ارجع جوهرة. العاقل اللي يعرف امتى يلين. طيب امتى بقى؟ قوتي بتروح دلوقتي، فمش ضامن اعيش لحد ساعتها، فليلة القمر الدموي هفتح صدرها واخدها، وما تنساش سيف الارواح اللي هيخرجها، بس قبلها انا عايزه اعذبها كل يوم لحد ما قلبها يتفتت عشان غدرت بيا. هايل، هو ده اخويا الكبير. كان من جواه بيتقطع لحبيبته اللي بيبيع دموعها عشان ينقذ حياتها. تاني يوم الجرايد كانت بتتكلم عن طرد لو هويان من الكازينو بقرار من المفتش العام. المفتش طردك، يلا من النهارده مالكيش مكان هنا. وفضلت تهزقها وهو مش قادر يتكلم عشان يكمل الخطة، فسابتهم ومشيت وهي مقهورة، وراح وراها. كانت واقفة تحت المطر ماسكة نفسها قدامه وقرب يحميها بالمظلة. كلمتين منك تقلب مصير بني آدم، ودلوقتي جاي تمثل دور الحنين. وعينيه كانت بتلين بالحقيقة اللي نفسه تصدقها. ايه صعبان عليك؟ مستني أشكرك وأقع تحت رجليك؟ عايز مني ايه تاني؟ عايزك تعيشي. بطل تمثيل بقى، مش هقع في فخك تاني، ولو جاتلي الفرصة هقتلك انت واخوك. انتي ازاي واقفة قدامي بالجبروت ده؟ مش خايفة مني؟ ما انا عارفة ان انت كده كده هتقتلني. يلا بقى، مستني ايه؟ جبان. ما ينفعش تموتي، لسه ما خلصتيش الدين اللي عليكي ليا، هتفضلي جنبي زي ما انا عايز. انا اصلا بحب الاحساس ده، اني اتحكم فيكي على هوايا، دي سعادة ولذة اكتر بكتير من اني اقتلك. عارف ان جينج بيراقبهم، فلازم يمثل لحد ما يجي يوم القمر الدموي. انت عايز تموتني وانا عايزة اموتك، كويس، طالما مش قادرين نحب بعض يبقى نروح الجحيم مع بعض. ولما سابته ما قدرش يتمالك مشاعره وشدها، هو ده جحيمه اللي مش هتقدر تهرب منه. وهي ما كانتش فاهماه، بس حست بالإذلال وقلة الكرامة ومشيت وهي تايهة، ما بقتش عارفة هو عايز ايه بالظبط. وهو ما قدرش يمسك دموعه، ما كانش عايزها تشوفه بالشكل ده، وندم على اللي عمله، بس ما ينفعش يشوفها قصاده وما يحبهاش. بيمر الوقت، والخطة انه لما تيجي ليلة القمر الدموي قوتهم كلها هتضعف، وهو هيمثل ان هو بيهاجمها عشان الجوهرة تحميها، ويتهاجمه هو وتدمر سيف الأرواح اللي يقدر يطلع الحجر من القلب، فبكده هينقذها منهم ومش هيقدروا يطلعوا الحجر منها خلاص، ومش هتموت. في نفس اليوم
كان حابسها في قصره بالاتفاق مع جينج طبعا إنه هيعذبها ويكسر لها قلبها. انتي هتخدميني لحد آخر لحظة في عمرك، هتديني اللي أنا عايزه وممنوع كلمة لأ، ولو ما سمعتيش الكلام هاخدك غصب عنك للسرير. وهتستفيد إيه من كل ده؟ ما أنت كده كده مش بتحبني، وإلا ما كنتش هتقتلني. مش كفاية الإهانة دي؟ عايز أكتر من كده إيه؟ لسه قلبي مش راضي، فهحبسك جنبي طول ما انتي فيكي الروح. مش عارف تسيبني ولا تقتلني ولا حتى تتخلى عني. هو أنت بتنتقم مني فعلا ولا غرقان فيا ومش قادر؟ فعني ردت عليها بدون كلام لحظة واحدة وهيضعف ويعترف لها بكل حاجة. لكن جو جالهم يبلغوا من جينج عامل حفلة عيد ميلاد للآنسة سو، وهما الاتنين لازم يحضروا. هتسمعي كلامي ومش هتعملي مشاكل. حضر لها فستان يليق بيها. فراحت معاه وهي مش طايقة نفسها. وبالليل لما راحت سو فضلت تتنمر عليها، عايزاها تركع لها عشان هي مش مديها أي احترام. وهو جه وشاف اللي بيحصل. شفت عملت فيا ايه؟ الأستاذة أهانتني قدام الناس، عايزاك تساعدني وتاخد لي حقي، وإلا هعرف أخوك إنك مش بتنتقم منها ولا حاجة. وعايزاني أعمل لك إيه؟ خليها تركع لي. فتجمد مكانه ولازم ينفذ. ليلة القمر الدموي قربت وخاف، عارف إن أي غلطة دلوقتي هتوصل لجينج ويبوظ كل حاجة. اركعي. فقلبها وجعها، إزاي يقولها كده وكل حاجة فيها اتمردت عليه. عزت نفسها وكبريائها سيطروا عليها، وخدت المسدس وضربت طلقة في الهوا وهددته هو كمان. فلحقها على آخر لحظة. انتي اتجننتي؟ ازاي تضربي هنا؟ مش خايفة على حياتك؟ وخدها البيت وتعصب عليها. ازاي تتجرأي وتمدي ايدك عليا قدام الناس؟ مش خايفة على نفسك؟ بتكرهيني للدرجة دي؟ أنا مش بس بكرهك، أنا عايزة أقتلك 10 مرات عشان تتعذب أضعاف. فسابها واتضايق من نفسه إن هو اتعصب عليها بالشكل ده. أنا عشان أنتقم لأختي المفروض أقتلكم كلكم، بس أنا ضعيفة مش هعرف أواجهكم، وأنت استغليت ضعفي عشان تحقق عليا نزواتك. أنا استغليتك إمتى؟ ما تبطل تمثيل بقى. فعاتبها بعينيه. إزاي مش شايفة حب العالم اللي شايله لها؟ إزاي ما فهمتش إن كل تصرفاته كان وراها خوف، غيرة وعشق ملوش نهاية؟ ما تبصليش كده عشان مش هضعف لعينيك تاني، أنا بكرهك. عمالة تكذب، لسه عينيه بتسحبها. كانت بتحاول تكسر كل المشاعر اللي بتخنقها، وهو ما استحملش الكلمة دي. وجعته أكتر من 1000 طعنة. لازم تشوف حبه وتحس بقلبه اللي بيصرخ ومش لاقي كلام يعبر بيه. لازم تفهم مشاعره حتى لو بالإجبار. فضربته بالقلم. أنا آسف. آسف على إيه؟ أنت واحد شيطان. وسابته ومشيت. قلبه اتوجع أكتر، اتحمل القهر والكره اللي في صوتها. بس خلاص بكرة ليلة القمر الدموي وكل حاجة هتخلص. وسو عرفت مكان مو وراحت لها وطلبت منها تحولها تبقى زيهم. عايزة تكون من الأرواح العليا، يكون لها قدرات خاصة، قوة، سيطرة، نفوذ، وإنها مستعدة تضحي بأي حاجة. أنا موافقة، بس هتخسري حقك في الحب، يعني مفيش حب ليكي هيكمل. فوافقت وهي عارفة إن التمن غالي، بس كانت مستعدة مش عشان القوة ولا القدرات بس، لأ، علشان تفضل جنب جينج، يسند عليها، يشوفها ست ليها قيمة، ويخليها جنبه وتبقى حامي ليه لحد آخر يوم في حياتها، حتى لو مش هيبادلها الحب. وما تعرفش إن هو واقع في حبها، بس مش عايز يبقى زي أخوه. تاني يوم ليلة القمر الدموي وكلهم واقفين جاهزين. هو انتوا هتعملوا ايه؟ هنقتلك طبعا، والنهاردة هتاخد جوهرتك وتنقذ نفسك. يعني انت كنت بتتسلى بيا؟ انا كنت هصدقك في اخر مرة. وموجت والطقوس بدأت، والهوا اللي بينهم اتقلب عاصفة، وجينج فضل يلف حواليه لما شافه متردد. كنت عارف ان انت بتضحك عليا ومش هتقتلها، وانا دلوقتي اللي هقتلها لك. فخد منه سيف الارواح وهاجمها، والجوهرة دمرت السيف وهجمته هو وعمل اللي في دماغه. فالكل اتصدم وهي فهمت اللي حصل. كنت بتضحك علينا طول الوقت ده عشان تدمر السيف الوحيد اللي يقدر يقتلها ويطلع الجوهرة، وانا اللي صدقتك. انت واحد خاين، ما تستحقش تكون حاكم العالم ده. وجو جه وحكى لها ان من 1000 سنة كانت هي الشخص اللي هو بيحبه، بس هي مش فاكرة ذكريات حياتها السابقة، وحكى لها على كل اللي هم عملوه وازاي خدعوها عشان يفرقوا بينهم. يعني انا لاني ويه؟ ايوه، في كل حياة دايما هحبك انتي، عمري ما هتغير، لازم تكوني انتي. فقلبها اتكسر وندمها خنقها، هي اللي أذته وهي اللي ظلمته، وهو كل ده كان بيحميها. كل ده عشانك انتي، مش عايز ياخد الجوهرة ويموتك. فاتأذى من الجوهرة نفسها وجسمه دلوقتي بيحتضر، ضحى بنفسه عشان ينقذك، ولسه هتكمل لها الحقيقة زعق لها عشان تسكت. فاعترفت لها ان اللي خد جوهرة تشي من اختها هو جينج نفسه مش هو، واعترفت بذنبها عشان خدعتها، وهو اغمى عليه في حضنها.
وكل حاجة هديت وخدته البيت، بس كان جسمه بردان مش عارفة تدفيه، واعتذرت له لما شكت فيه وهو كان بيحميها، وحاولت تدفيه بحبها بخوفها بأي نفس باقي فيها على قد ما تقدر، خايفة يموت، خايفة يروح منها بعد كل اللي حصل له بسببها. وطلب منها تروح تقابل مو هتلاقي حل، واتمنى ما تعرفهاش الحقيقة دلوقتي عشان ما يخسرهاش. وجريت عليها، أرجوكي انقذيه، أنا مستعدة أعمل أي حاجة عشانه. في حل واحد بس، جوه عالم الأحلام ده في عشبة قديمة عمرها 1000 سنة، هي الوحيدة اللي تقدر تنقذه دلوقتي وتشحن طاقته. ودخلوا عالم الأحلام ورجعوا ل1000 سنة ورا، وهي لازم تعدي على كوبري الأرواح ال9 عشان توصل للعشبة دي، بس طريق هيخليها تشوف حياتها السابقة، وهيختبر قلبها وهيشوف هل هتستسلم ولا لأ. وكان الاختبار إنها ما تستسلمش لفخ اليأس، لازم تكمل. بس اليأس ما رحمهاش، هاجمها، دخل جواها وابتدى يتجسد في كل وجع، في كل خذلان، ومشاعرها نفسها وقفت قدامها وبتشدها لتحت. بس فجأة ظهرت لها روح أختها تساعدها، عايزاها تتغلب على يأسها وخوفها، وإنها ما ينفعش تعيش حزينة على فراقها لأن القدر ما بيتغيرش، وطلبت توعدها إن هي لما تطلع من هنا هتعيش بسعادة. فخدت منها شحنة الشجاعة وقامت وعدت الكوبري بقلب بيدق بالحياة تاني، وخدت العشبة. تاني يوم صحي بعد ما شربته العشبة، ولما شم ريحتها فهم إنها خضرت بنفسها عشان تجيبها له، وناداها باسمها كأنه بينادي روحه اللي رجعت له. أخيرا صحيت. ليه عملتي كده؟ تعالي في حضني. تحت الكوبري ده في دوامة، كنت هعيش ازاي من غيرك لو كنت وقعتي فيها؟ ما هو انت حميتني وده دوري عشان أحميك، ولو مرة انتي مراتي وحمايتك واجب عليا أنا عايز نفضل كده على طول، ونفضل مع بعض طول العمر، ومفيش حاجة تانية تقدر تفرقنا. أوعدك في كل حياة هحبك انتي بس. كان عارف إنه هيموت كده كده طول ما الجوهرة جواها، لكن مش مهم، المهم يعيش معاها على قد ما يقدر، يشوف ضحكتها، يسمع صوتها، يموت وهو في حضنها، بس ما يفرقهاش. وبيمر الوقت والفاسد الفوسك الصغير متعصب على هو. انت ساعدتيها ليه؟ أنا واجبي ككبيرة الكهنة أساعد أهل وجيان، أكيد مش هقف أتفرج عليه وهو بيموت. ما هو ده بسببه الحب قل، ودلوقتي حتى سيف الأرواح اتدمر، هنعمل إيه؟ كده هيموت مننا. أنا مستعدة أضحي بكل قوتي السحرية وأعيد تشكيل روح السيف تاني، ساعتها هيبقى أقوى من الأول، ومش هنستنى القمر الدموي تاني عشان نستخدم طاقته. هو أنتي لسه بتحبيه بعد كل السنين دي؟ فتملكت مشاعرها، هي بتحبه بس عمرها ما هتعترف له ولا هتقف قصاد طريق حبه، وسابته ومشيت من غيره ولا كلمة، ولام نفسه هو كمان عشان وقع في حب سو. وبيمر الوقت في عالم البشر، سو جات لها تهزقها وإنها بقت أقوى منها واستعرضت قدراتها قصادها، لكن العاشق وصل وحماها على آخر لحظة، كان واقف لهم فوق الترابيزة حاكم بقى وكده، ولسه هيسحب منها قوتها انتقاما لحبيبته. جينج دخل وحماها منه وصد هجومه بقوته، ما حدش يقدر يقرب من اللي يخصني. فاتصدموا، ده بيعلن قدام الكل ان هي بتاعته، ملكه. وسو ما كانتش مستوعبة ان هو بيدافع عنها كأنها اغلى حاجة في الدنيا، معنى كده ان هي بقى ليها قيمة عنده. ومو تونج عرف ان اخوه وقع في الحب زيه، بس بيكابر عكسه وخدها ومشي. ولما رجعوا البيت عاتب نفسه في المراية ان هو وقع في حب بشرية بالشكل ده، واكيد مصيره هيبقى زي مصير اخوه. هو انا اخصك بجد؟ انتي بقيتي من العالم بتاعي دلوقتي، فأكيد لازم أحميكي مش أكتر، ومن النهاردة ما تتدخليش في شؤون البشر تاني. يعني انت مش حاسس بأي حاجة ناحيتي؟ لا، انتي مجرد واحدة بتخدمني بس. وسابها ومشي المتوهج الملتهب المشتعل. لطفي استنى يا لطفي. ففهمت انه وقع بس بيكابر وهتصبر عليه. في نفس الوقت ده قوة مو تونج كانت بتضعف كل يوم عن اللي قبله، ولازم يلاقي حل، بس حل بعيد عن أذيتها. هو انت مخبي عليا حاجة؟ ما فيش حاجة أقدر أخبيها عن المدام بتاعتي، بس أنا شفت مكان قلبك متوهج دلوقتي. هو أنت لازم تاخد الجوهرة اللي معايا عشان ترجع طبيعي تاني، صح؟ لا، ما تخافيش، أنا كويسة أهو. ودلوقتي إحنا عندنا مشكلة أكبر، الكاهنة مو حولت سو لواحدة من العالم بتاعي، وخروجك دلوقتي خطر عليكي. ما ينفعش تروحي الكازينو دلوقتي، لازم تفضلي جنبي الفترة دي. طيب أنا هروح أطلب أجازة، دي فرصتي كمان عشان أعتني بيك شوية. لا، أنا اللي عايزة أعتني بيكي. بس كده من كتر حبك ليا الناس هتقول عليك مجنون مراته. مجنون مراته؟ عجبني اللقب ده قوي، بس لازم له إثبات، ودلوقتي. ونطلع احنا بره بقى يا جماعة عشان الرئيس عنده قضية وإثباتات واللازم منه وكده يعني. في نفس ذات التوقيت اشتغلت سو بالحنجل والمنجل عشان تخلي الفاسد الفوسك التاني يعترف بحبها. أنا جهزت لك الإزازة دي مخصوص عشان تشرب معايا.
أهون عليا أشرب مية مجاري ولا أشرب منك حاجة. لسانه عايز قصه. هو انت قاسي عليا كده ليه؟ ده انا حتى حلوة ودمي خفيف، خد جرب كده. ما أنا ما بحبش الحلوين اللي دمهم خفيف، لأنهم بيكونوا عاملين زي الخمرة بالظبط، رخيصة ومرمية في كل حتة. وطبعا هي عارفة ان هو كل ما بيزود ليفل الإهانة كل ما حبها بيزيد في قلبه أكتر. أنا عارفة نوعك إيه، أنت بتحب الست القوية المسيطرة، حتى بص. مفيش ست تلفت نظري طول ما أنا مش راضية عنها. طب ترضى عني إزاي؟ عايزني أكون لطيفة وحنونة طيب؟ فكان متمالك نفسه، ما ينفعش يقع في فخ سذاجتها وبراءتها اللي سرقت قلبه من غير ما يحس. دي انتي شكلك سخنتي، لازم تروحي تكشفي. وسابها ومشي حيوان قوي. وبعديها مو جهزت له سيف الأرواح الجديد. أنا عارفة إن أنت بتحبه وعايز تحميه، ومنافستك ليه من زمان ما هي إلا غطاء لمشاعرك عشان أنت الابن الغير شرعي. مالكيش دعوة بمشاعري، المهم دلوقتي أنقذه ما يموتش وعالمنا ما يختفيش. وخد السيف ومشي. وخد هويان للقطر بتاعه. سيف أكل الأرواح اتصلح خلاص، شوفي بقى هينقذك مني إزاي. فقامت تهرب منه، فظهر قدامها وصد هجومها، وسو كانت بتتفرج. والعاشق وصل على آخر لحظة وخد الضربة بدلها. انت جاي تعمل ايه؟ انت بقيت ضعيف قوي، ما ينفعش تقف قدامي. وهو كل مرة يقوم من هجومه، لكن المرة دي فقد طاقة كتير. بسبب البشرية دي ضيعت نفسك وهتضيعنا كلنا معاك. حتى لو هموت مش هخلي ايدك تلمسها. بس اتصدم لما شاف السيف في ايده وفهم انه مو صلحته، لكن هويان مسكته بايديها قبل الهجوم وطفت قوته بالجوهرة اللي جواها. وافتكرت انها هتموت خلاص، فمسكت ايديه كوداع اخير، لكن قوة الجوهرة شحنته بالطاقة وادته اخر ضربة ينقذهم بيها. وجينج هرب وهو خدها على البيت. وبعديها جينج كان قاعد متضايق، وسو حاولت تخفف عنه. مش محتاجك. مش قادر يعترف ان هي بقت نقطة ضعفه. حاول يقنع نفسه انه لازم يبعدها، وان مشاعره ناحيتها لو زادت هيبقى زي اخوه ضعيف، وحبها ما بيهددش قلبه بس، ده بيهدد عالمهم كله. انا بجد غيرانة منها، ده بيحبها بجنون وبيحميها. ما انتي بتاعتي دلوقتي وانا هفضل احميكي. فتأثرت بيه وقلبها ارتاح، على الاقل نطق اي حاجة وممكن قدامي يعترف بحبه بشكل رسمي. وانا صغيرة ابويا وامي سابوني، واصحابي خنوني، حتى اللي بحبه غدر بيا، لكن انت الوحيد اللي عمره ما سابني. فتأثر بيها وحس بدفاها رغم كل الحواجز اللي بناها حوالين قلبه. ودلوقتي نفسه يقوم ياخدها في حضنه يضمها لحد ما تهدى وتصدق ان هي مش لوحدها. بس حاول يتمالك نفسه، لو قرب دلوقتي مش هيقدر يبعد تاني. وكان في صراع بين الرغبة والخوف، بين الحماية والعشق اللي بيحرقه في سكوت. وبيمر الوقت والريس كان قاعد بيجرب قدراته السحرية اللي وقفت من بعد اللي حصل في القطر، وهي جت. أنا ملاحظة إن من بعد ليلة القمر الدموي واللي حصل في القطر قوتك بدأت تقل. لازم نفكر في طريقة تاخد مني فيها الجوهرة ونعيش مع بعض من غير موت. حاضر، اللي انتي هتقوليه أنا هعمله. وبس راسها وجرب تاني قدامها، لكن للأسف مفيش حاجة حصلت. وإحنا في القطر الجوهرة ادتني قوة وبعديها اختفت. تفتكري قربك مني هيديني القوة دي تاني؟ أنا عرفت الحل، تعالى معايا. وخدته على السرير عشان يبقوا قريبين من بعض زي ما كانوا في القطر، ويشحنز. فاستغل الموقف وكان بيتذائب عليها واستحلى فكرة شحن القوة قوي، بس ما فيش نتيجة. لما كنا في القطر كنا ماسكين ايد بعض، هات ايدك. وهنا كانت الصدمة، لازم يفضل ماسكها عشان الجوهرة تشحن طاقته من جديد. كده هنفضل ماسكين ايد بعض على طول، وانت مش هتموت ولا انا هديك كل الطاقة اللي جوايا. انا بحبك، وجودك في حياتي نعمة. فكافئته على كلمته الحلوة، فطفى النور. ما هو اتشحن بقى، ننام بقى ونطلع احنا بره بقى يا جماعة، عشان الرئيس بيشحن دلوقتي بدل ما يحصل قفلة. اشحن يا ريس، اشحن وانا هطلعهم لك بره. تاني يوم سو كانت عاملة فطار للفاسق المشاغب. هو انتي مهتمية قوي بيا كده ليه؟ عشان انت حياتك محتاجة حاجة حلوة زيي. هو انت مش شايفني حلوة؟ لا. ايه خسارة، طلعت ما بتشوفش. طب نفسك في ايه؟ اعمل لك لحمة ضاني على البخار، ولا كتف دب، ولا غزال، ولا بط مشوي، ولا كتكوت؟ قولي عايز تاكل ايه بس. وهو كان ماسك نفسه بالعافية وبيكابر، بيحاول يهرب من إحساسه قبل ما يفضحه، بيحاول يبان ثابت وبارد كأن مفيش حاجة جواه بتتغير، بس الحقيقة كل ثانية معاها كان بيحبها أكتر. عايز أكل لسانك. قصدك لساني اللي هو لساني، ولا لسان البقر والتعبير خانك؟ لا، التعبير ما خانيش، ونفسي تسدد دلوقتي. وسابها وقام. كان على تكة ويقوم يفترسها، بس هي غبية مش فاهمة، وفضلت رايحة جاية. يا ترى كان قصده لسانها هي، ولا لسان البقر والتعبير خانه؟ هو قلب الراجل صعب كده ليه؟ لا يا بيبي، ده هما اللي كلهم أوغاد، بس كلهم أوغاد.
في نفس الوقت ده العاشق المهووس المفتش العام كان بيجهز نفسه عشان يروح شغله. ايه يا مدام بتبصي لي كده ليه؟ أصل جوزي شكله حلو لدرجة إن هو يخلي الواحدة تشتهي تاكله أكل كده. يبقى انا مضطر اسلم نفسي دلوقتي لمراتي. سلم يا أخويا، سلم سلم سلم. استنى، أنت عندك شغل لازم تسيبني وتمشي. من النهارده مش هسيبك وهتيجي معايا في كل حته. ولما راحوا الشغل ما كانش مركز في الاجتماع على قد ما كان مركز معاها هي. المدام عطشانه هاتولها ميه. ما كملش الدقيقة إلا لما خد باله إن الكرسي مش مريحها. المدام مش مرتاحه على الكرسي ده هاتولها كرسي تاني. ما خلاص بقى يا ريس، الله، وقومهم تحية ليها. راضيه يا مدام؟ كلنا راضيين والله يا ريس، كلنا راضيين، رجل ورجال قليل. وخدها على الكنيسه اللي عملوا فيها فرحهم المزيف قبل كده وكان لابس بدلة فرح أحلى من حياتي. انت جبتني هنا ليه؟ في ذكريات كتيره من حياتنا السابقه كانت محجوبه عني زمان ورجعت لي، بس انت لسه مش فاكراها. انا نفسي تفتكري بسرعه عشان تعرفي بنحب بعض قد ايه. انا عايزه افضل جنبك على طول، لما تضحكي اضحك معاكي ولما تزعلي امسح لك دموعك. عايزه اعيش معاكي حياه حلوه، حياه بسيطه. ارجوكي حبيني زي ما بحبك. وقام عشان ياخد موافقتها للجواز، والمره دي من قلبها. انا بحبك وعايزك في كل حياه اعيشها، عايزك تبقي حبي وعروستي. ولبسها الخاتم وخلاص قرر مش هيسمح لحد يدخل بينهم تاني، ولا بشر ولا قدر. مش هيسيبها للحزن ولا للظلم ولا لأي وجع يلمسها، وأقسم إنه مش هيكرر غلطة الماضي، مش هيضيعها منه. ومن اللحظة دي أي حد يحاول يقرب منها هيعلن حرب معاه، وهيدور على خطة بديلة لإنقاذ عوالمهم. وبعديها كانوا لابسين لبس الفرح وبياخدوا صورة الجواز. دي أول صورة لينا مع بعض. أنا شكلي حلو؟ انتي أحلى واحدة شفتها في حياتي، والنهاردة أحلى يوم في حياتي. وتصوروا وقلبه كان طاير، مش مصدق إن اللحظة اللي حلم بيها اتحققت أخيرا. اللي معرفش يتجوزها قبل كده اتجوزها دلوقتي، وبقى شايف فيها كل معاني الحياة اللي اتسلبت منه. هو عارف طول ما هي جنبه مش هيموت أبدا، هتفضل تشحنه بالجوهرة، هي سبب وجوده دلوقتي ونبض قلبه اللي معيشه. وكانت ليلى تعجز عن وصفها الكلمات. تاني يوم العريس صحي وكان بياكلها بعينيه كأنه أول مرة يشوفها، وهي كانت متوترة ومش عارفة ترسم حواجبها، فخد القلم يرسمه لها هو. لا لا لا، كده كتير يا ريس، كده كتير يا ريس، دخلت في الحواجب. ده انت طلعت محترف بقى، هو انت متعود على رسم الحواجب ولا ايه؟ انتي أول واحدة ارسم لها حواجبها، ومستعد ارسم لك حواجبك طول عمري. شابو حواجبي، شابو حواجب بنيتي، شاب حسبي الله ونعم الوكيل. ونطلع احنا بره دلوقتي يا جماعة عشان الرئيس هيرسم لها حاجات تانية. في مثل هذا التوقيت سو كانت بتحاول تغري جينج من هنا مرة ومن هنا مرة، يمكن قلبه يحن عليها ويقول لها كلمة حب. وانتي مش عندك شغل تروحيه؟ ما هو أنا استقلت عشانك. فتوتر، حس بدقات قلبه بتزيد وهما لوحدهم كده، وخاف لا يضعف قدامها المرة دي. ومرة واحدة الجو بقى حر وهي فرهدت، فحاول يتحكم في مشاعره ويقنع نفسه إن ده غلط ولا يمكن يقع في حب بشرية، لا يمكن لا يمكن. وبعديها مو طلبت تقابل هويان. أنا بس كنت عايزة أحكي لك الحقيقة وأسيب لك انتي حرية الاختيار. انتوا مش مكتوب لكم تعيشوا مع بعض، عشان حد يعيش لازم التاني يموت. الجوهرة لو ما خرجتش من جسمك ورجعت له هو مش هيموت بس، لأ، ده كمان العالم بتاعنا كله هينتهي. من 1000 سنة أبوه حب واحدة من البشر وخلفوا منها، يعني هو نصه بشري، وبكده ما ينفعش يعيش في وجيان للأبد من غير مصدر طاقة يعمله توازن ويبقى من عالم البشر. الجواهر دي اتصنعت في عالمكم، وطبعا عشان خاطره اختار بنتين مخصوص يكونوا عقل جواهر الطاقة دي. أختك كانت وعقل تشي وانتي وعقل مي. عارفة ليه الأب حطهم فيكوا انتوا الاتنين بالذات؟ عشان موتونج وجينج وقعوا في حبكم، بس موتونج اتجنن بيكي فكان لازم يمنعه يتجوزك ويضحي بنفسه عشانك في الآخر، لأن أبوه ضحى بنفسه عشان أمه البشرية في يوم من الأيام، وانتي في حياتك السابقة ضحيتي بنفسك عشان ترجعي له الجوهرة، وعشان كده هو مش عايزك تعرفي الحقيقة دي عشان ما تضحيش بنفسك تاني عشانه. هو ما صدق روحك اتجسدت من جديد عشان يعيش معاكي، ودلوقتي عندك الاختيار، يا تنقذيه يا تنقذي نفسك. الحكاية ليها أسرار تانية بس مش من حقك تعرفيها لأن هي خاصة بعالمنا إحنا، والجواهر اتصنعت في عالمكم لعالمنا عشان مفيش أقوى من طاقة البشر. فاتقهرت، قلبها اتخنق من كتر الوجع وربطت الخيوط ببعض، وفهمت إن هو اختار يضحي بحياته عشانها ووافقت. كانت عارفة إن النهاية قربت بس ما كانتش خايفة، هي بتحبه حتى لو الحب ده نهايته موتها. بس أنا عندي شرط، خليه ينساني.
مش عايزاه يعيش يتعذب بألم الفراق. ماشي، بس لسه سيف الأرواح في إيده، ما تقلقيش أنا هاخده منه. وسابتها ومشيت، ورجعت له البيت وهي بتحاول تتحكم في مشاعرها عشان ما ياخدش باله، وكانوا بيتعلموا يسقي الورد ازاي وهي مش موجودة. بس انت هتفضلي موجودة على طول معايا، أنا مش هعمل أي حاجة من غيرك. وقرب منها وملاها بعشقه اللي ملوش نهاية. في نفس الوقت ده مو قررت تحكي لجينج الحقيقة اللي كانت مخبياها عنهم لمئات السنين وبالتفاصيل. وبنعرف إن الأب عرف عن نبوءة بتقول إن عالم موجيان هينتهي بعد 1000 سنة بسبب حرب العوالم، وعشان يمنع الخراب ده زرع قوتين على شكل جوهرتين، في 2 من البشر ومن صنع البشر بعيد عن إيد الشر، وعشان لما يجي الوقت المناسب يقدروا الإخوات يسلموا الجوهرتين لمركز عالم موجيان عشان ينقذوا العالمين مع بعض. وقتها اختار لان يويي وأختها كأوعية للقوتين، وكان جواه سبب تاني أعمق. خاف إن عياله يتجوزوا ويضحوا بنفسهم عشانهم، خاف يعيشوا نفس المأساة اللي عاشها هو زمان، فقرر يمنع ده من البداية، وزرع اللعنة في مصيرهم عشان مهما حصل النتيجة تبقى واحدة. يعني كل ده كنا شطرنج في إيد أبونا؟ وإنتي جاية تقولي الكلام ده دلوقتي؟ ليه ما قلتيش قبل كده؟ أنا واجبي إني أحمي عالمنا وأشوف الصح فين وأعمله. أنا ما قلتلهاش الحقيقة دي كاملة، وما قداميش دلوقتي غير إني أستنى لو هي هتضحي بحياتها تاني عشانه. منك انت يا احمر يا مشع يا ملتهب انت. في نفس الوقت ده في عالم البشر هويان سرقت السيف منه ولسه هتضحي بنفسها لحقها على آخر لحظة. ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ عايزة تضحي بحياتك عشاني بعد كل ده؟ أنا كل اللي عايزه إن انتي تعيشي بس، وقلتلك هلاقي حل تاني. لو انتي هتضحي بنفسك وتسيبيني أنا هعيش من غيرك ازاي؟ انتي لازم تعيشي. بس انت جاي من عالم الأرواح وأنا من عالم البشر، وكل ده عشان كلمة حب. احنا ملناش قدر مع بعض، عشان واحد يعيش لازم التاني يموت. لا، محدش هيموت، تعالي معايا. انتي هتفضلي هنا ومش هتخرجي غير بإذني. وفي الوقت ده جينجي كان قاعد مستسلم تماما. عالم وجيان خلاص على حافة الانهيار، وأخوه مش هيقدر يضحي بحبه، وهو لوحده دلوقتي مش هيقدر يعمل حاجة. وكان خايف من اللحظة اللي هيفقدوا فيها للأبد هو وسو. من دلوقتي لما حاجتك وامشي من هنا. انت بتطردني؟ ما هو أنا مش هبقى موجود بعد كده عشان تبقي موجودة. المكان اللي انت هتروحه أنا هروحه وراك، ما تسيبنيش أرجوك، أنا ماليش غيرك. انت بتحبني وبتكابر صح؟ لا مش صح، فوقي من أوهامك دي ولما حاجتك وامشي من هنا. كان عايزة تعيش وما تموتش معاه، هو دلوقتي اللي شايل مسؤولية إنقاذ العالم لوحده. فكرة إنها ممكن تكون جزء من النهاية دي كانت بتخنقه. ما ينفعش يسحبها معاه في قصة حب نهايتها وجع وموت. كان بيحاول يقنع نفسه إن هي هتنساه، وفي كل مرة بيتخيلها لوحدها قلبه بينزف وسابها ومشي. في حياتك السابقة أنا وإنتي حبينا بعض وخالفنا القوانين. جواز أبويا وأمي جاب العار لعالم الأرواح، عشان كده ما كانش عايزني آخد نفس قدره، فزرع جوهرة القوة فيكي إنتي وأختك عشان يفرقنا للأبد. كان لازم أقتلك عشان أسترجع الجوهرة دي وأعيش، وإنتي لما عرفتي ضحيتي بنفسك عشاني، ومو ساعدتك بسيف الأرواح ترجعي لي الجوهرة وقتها. وأنا وعدتك إن عمري ما هخونك وهدور عليكي في حياتك القادمة، عشان كده قفلوا ذكرياتي. لكن بعديها جوهرتي اختفت وفضلنا ندور عليها 1000 سنة. طلعت كانت بتنتقل معاكي من حياة لحياة، ولما لقيتك في الحياة دي والجوهرة اتنشطت فيكي رجعت لي الذكريات كلها. من 1000 سنة انتي ضحيتي عشاني، وأنا مش هخليكي تعيدي نفس الغلط تاني. دلوقتي أنا قادر أعيش معاكي، بشحن منك، بس فاضل نلاقي طريقة تانية أنقذ بيها العالم ونعيش مع بعض، ده حقنا. لكن فجأة كلهم حسوا بتحذير انهيار الحاجز الطاقي لعالم وجيان. لازم الجواهر تتسلم لمركز العالم دلوقتي عشان يقدر يصد هجوم العالم الآخر. لازم أرجع دلوقتي، أنا هاجي معاك، ما تنساش جوهرتك معايا وتقدر تشحن طاقتك مني. فخدها معاه. وفي الوقت ده جينج جرب يسلم جوهرته لمركز العالم بنفسه، يمكن يقدر يشحن الحاجز الطاقي لوحده، لكنه ضعيف وقوته ما كانتش كافية، محتاج طاقة أكبر عشان الجوهرة تدخل وتستقر. انتي بتعملي ايه هنا؟ والمركز كان بيطلق أشعة وهي صدتها عنه. يا غبية بتحميني ليه؟ امشي من هنا. ما أنا قلتلك أنا هفضل جنبك لحد آخر نفس فيا. وقررت توهب له قوتها وتدفع بيها الجوهرة للمركز، فنهار وهو شايفها بتتلاشى قدامه، وبرضه خسرها وما قدرش يحميها، وصرخ من جواها مش مصدق إن اللي حبها بكل كيانه اختفت من حياته حتى قبل ما يقول لها بحبك. هقابلك في حياة تانية وأوعدك وقتها مفيش حاجة هتفرقنا.
وفي الوقت ده مو تونج جاله يدعمه ويشحن المركز على قد ما يقدر يضم طاقته لطاقته، يمكن يقدروا سوا يثبتوا الحاجز قبل ما ينهار. لكن المركز بدأ يفلت من جديد، ولما الموجة الطاقية خرجت بكل قوتها اندفع ناحيتها وحماها. أنا عمري ما كرهتك، أنا بس كنت عايزك تعيش. طول السنين دي أنا كنت ضدك، كنت خايف عليك، أنا عايزك تعيش، وآسف معرفتش أغير مصيرك. جوهرتك وجسمها بقى واحد دلوقتي، لو عايز تنقذ العوالم يبقى القرار قرارها هي. خليني أنقذكم، أنا هتولد من جديد وهرجع لك. لأ. وجت موجة طاقة تانية أقوى من اللي قبلها وفقد قوته. أنا هقابلك تاني، بس المرة اللي جاية هكون فاكرة كل حاجة، صدقني. وبصت لجينج وشكرته، وبدون تردد قررت تضحي بنفسها وجريت على المركز، هي يعتبر جوهرة دلوقتي، وضحت بنفسها للمرة التانية عشان تنقذهم، وهو ضحى بنفسه وراها، مش هيقدر يعيش في عالم هي مش فيه. اختار الموت معاها بدل الحياة من غيرها، ودلوقتي الجوهرتين اتحدوا وشحنوا المركز، والحاجز الطاقي اكتمل من جديد، واستقرت قوة العالم. والأرض هديت والبشرية اتنقذت، وجينج اتقهر مش قادر يستوعب إن أخوه راح منه للأبد، وساب له الحكم من بعديه لوحده. وبيمر الزمن، وفي عالم البشر لو هويان بقت كاتبة روايات، وحبيبها جاله هو لابس نفس زي البطل اللي في روايتها، والحقيقة إن أرواحهم اتولدت من جديد. هي فاكرة كل حاجة بس هو لسه مش فاكر، وكأن الأدوار اتقلبت. هو احنا نعرف بعض؟ وده كان مشهد كتبته في روايتها من حياتهم السابقة اللي فاكراها. انت لابس زي ليمو تونج ليه؟ ما انا عايزة ابقى ليمو تونج اللي في روايتك وهعملك كل اللي انت عايزاه. بس الرواية دي كانت حزينة قوي، حب عبر اكتر من حياة. وليمو تونج كان دايما بيقول لو مش هنقدر نحب بعض يبقى نروح الجحيم مع بعض. طيب ليه ما نغيرهاش؟ وطالما بنحب بعض يبقى نعيش مع بعض. أنا هكون ليمو تونج بتاعك وإنتي ليه هويان بتاعتي. فشافت في عينيه ذكريات حياتهم السابقة، وما هي إلا شوية وقت وهيفتكر هو كمان، وأرواحهم وفت بالوعد واتجمعوا من تاني من غير خوف ولا فراق، وحصلوا على نهايتهم السعيدة أخيرا. وبنعرف إن الحب الحقيقي ما بيطلبش روحك فدية، فاختاري الراجل اللي يبقى ظهرك سيفك، اللي يواجه العالم عشانك مش يواجهك انتي بالعالم. ما تديش قلبك للي حبه بيتغذى على وجعك. الصدق بينكم خط أحمر، وأمانك خطين. لو لقيتي نفسك بتضحي بكل حاجة عشان تفضلي في علاقة يبقى انتي مش في حب، انتي بتخسري نفسك. الراجل مهمته الحماية والتضحية مش انتي، واللي يستهلك هيعرف يحافظ عليكي كويس، وهيعدي عوالم وقارات عشان يوصلك. واحنا كبنات مش هنقبل بأقل من العاشق الولهان الغرقان ده وجوزي. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا. كانت معاكم سيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس واللايك عشان يوصلكم كل جديد. ودي قناتنا لملخصات أفلام ومسلسلات الأنمي، قناة شيلا تشان، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.